السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة من حلقات برنامج الليلة مع فاتن. الليلة هنتكلم عن موضوع مهم جدا برضو، وهو إدمان المخدرات، وخصوصا مخدر الشاب. يعني أنا النهاردة هتكلم عن مخدر الشاب بزيادة، عشان ده بيعمل أضرار جامدة جدا على المدمن وعلى اللي حواليه، بزيادة عن الأصناف التانية أو أنواع التانية من المخدرات. في ناس عقليتها خاطئة جدا في المخدرات. احنا عايزين نوعي الشباب ان المخدرات دي حاجة وحشة جدا بتاخدها انت. مفهوم خاطئ ان المخدرات بتحسن الحالة المزاجية للأحسن. المخدرات يعني في ناس تقولك بتخلي مزاجي كويس، في ناس يقولوا ده انواع من انواع المخدرات يقولك ده حشائش، وفي نوع يقولك ده علاج. هي اسمها مخدرات، يعني اسمك مدمن. هتعالج ازاي؟ هتريحك ازاي؟ هتخليك شخص يعني مش عاوزة اقول كلام جارح، انسان بعقل حيوان، خصوصا مخدر الشاب. المخدرات بتخلي البني ادم لا وعي، لا ادراك، يضرب، يشتم، حالة عصبية وحشة جدا. في الجنس برضو بتأثر، ليها أثر في الجنس، مع ان في ناس بتقولك لا في الجنس بتظبط، لا مش بتظبط. نسأل الزوجة طيب. المخدرات ليها أثر سلبي في العلاقة الجنسية مع مراتك، وليها أثر سلبي في الحالة النفسية. بتخليك عصبي، بتخليك مش عارف، مش قادر، يعني مفيش قوة تحمل، قوة مسؤولية. في الإنفاق مش بتقدر تنفق لأن أنت عاوز تجيب مخدراتك، خصوصا مخدر الشاب غالي قوي والناس بتسرق وتجيبه. يعني سبحان الله بستعجب، انت ما فيكش مرض، ربنا مش مديك مرض، بتشتري حاجات تقول يا رب مرضني. يعني بستعجب اللي بياخد الشاب ده بالذات، اهو ده فعلا بيبقى انسان بعقل حيوان، بيتجه بقى لاي حاجه غريبه عجيبه، زي ما بنشوف في الحوادث كده، بيقتل، يسلخ، مش عارفه ايه، بيتعامل مع الانسان حتى في القتل كانه حيوان، بيسلخه ومش عارفه يسلقه ومش عارفه. حاجات في الحوادث بنقراها وبنشوفها في التلفزيون تقشعر لها. ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ احنا عاوزين نوعي الشباب ونوعي الكبار. يعني انت كأب ازاي هتمنع ابنك من انه ما ياخدش مخدرات وانت بتاخد؟ مش هتقدر تمنعه طالما انت بتاخد، ويا قدوة مش هتقدر تمنعه. الشابو بالذات، مخدر الشابو بالذات بيخلي البني ادم بعقل حيوان، للاسف انا اسف. بيخليه زنا المحارم حتى بالنسبه له بيحللها، يعني هو مش بيعتبرها زنا اصلا لان عقل حيوان، هو نفسه في ده ماشي، حتى لو ده محرمه عليه. اخته، امه، بنت اخته، بنت اخوه، طالما اعجب بيها كده هو عايز يعملها معاملة الازواج. ده حاجة من الحاجات. في ناس بتبيع اهل بيتها عشان تاخد فلوس وتشتري الشاب ده. في ناس بتقتل. ربنا يحمي شبابنا جميعا. احنا لازم نوعيهم من مخدر الشاب يعني بالذات، عشان ده اضراره فظيعة. والمخدرات التانية كله اسمه مخدرات، ما بتعملش حاجة كويسة للبني آدم، بتعمل حاجات وحشة سلبية.
مفيش حد بياخد مخدرات هتلاقيه كويس، يقول لك انا كويس. لا، مش انت مش كويس. طب تقدر تبطلها؟ مش تقدر تبطلها، مش انت خلاص بتقوم، مش هتقدر تبطلها. هنشوف رأي الناس في الشارع في الموضوع ايه ده. يلا بينا بقى، يلا بينا. في برنامج جديد مع فادي هستضيف استاذ محمد، هنساله معانا في موضوع اضرار المخدرات. ازيك يا محمد؟ تعرف نفسك، قول لنا بقى اضرار المخدرات بالنسبه للشباب، خصوصا مخدر الشاب بيضرهم في ايه كده؟ عرف الشباب. والله المخدرات ملهاش اي لازمه على اي عامل، بس الشباب بيواجه حاجه وفي انواع كتير من التشابه وحاجات ما يعلم بها ربنا كده. ربنا يتوب علينا. انا عايز انصح الشباب بس ببطل المخدرات.